السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى. امبارح كان في بداية أو افتتاح تصفيات الأمم الأوروبية أو يورو 2024 اللي هتقام في ألمانيا إن شاء الله. عندنا التصفيات، عايزين نتكلم الأول على نظام التصفيات. نظام التصفيات هيتأهل ل ألمانيا 2024 23 فرقة زائد الدولة المضيفة وهو المنتخب الألماني. عندنا المنتخبات الأوروبية متقسمة عبارة عن 53 منتخب أوروبي متقسمين على 10 مجاميع. طبعا عدد كبير جدا من المجاميع. طبعا تم استبعاد منتخب روسيا بسبب الحرب على اوكرانيا. عندنا ال10 مجاميع منهم 7 مجاميع بيضموا 5 فرق، وعندنا 3 مجاميع بيضموا 6 فرق. بالنسبة للسبع مجاميع اللي بيضموا الخمس فرق، المجاميع اللي بتضم الخمس فرق هناخد منهم فرقتين، فيبقى كده فرقتين من 7 مجاميع، يبقى احنا بنتكلم في 14 فريق. ونيجي للثلاث مجاميع اللي فيهم 6 فرق هناخد منهم 3 فرق، يبقى 3 فرق في 3 مجاميع، يبقى بتسع فرق هتتأهل. التسع فرق دول زائد ال 14 فريق اللي من السبع مجاميع الاولى، يبقى اذا كده اصبحت الفرق اللي هتوصل هم 23 فريق. فرقتين من اللي هو الاول وتاني، كل مجموعه من السبع مجاميع، واول وتاني وتالت من اخر من الثلاث مجاميع الاخرى اللي هم طبعا بيضموا الست فرق. طيب المجاميع التصفيات القرعه كان فيها المجموعه الاولى عندنا المنتخب الاسباني والمجموعه والمنتخب الاسكتلندي والمنتخب النرويجي ومنتخب جورجيا ومنتخب قبرص. ده بالنسبه للمجموعه الاولى. طبعا مجموعه قويه جدا، اسبانيا طبعا قويه جدا، ومنتخب النرويج طبعا بقياده ايرلينج هالاند. عندنا المجموعه الثانيه وهي مجموعه ناريه، مجموعه فيها منتخب هولندا ومنتخب فرنسا ومنتخب ايرلندا ومنتخب اليونان ومنتخب جبل طارق. طبعا عايزين نقول منتخب هولندا طبعا فان دايك، ومنتخب فرنسا طبعا حدث ولا حرج، كيليان امبابي وجريزمان ورفاق. عندنا المجموعة الثالثة وهي بتضم المنتخب الانجليزي ومنتخب مقدونيا الشمالية ومنتخب اوكرانيا ومنتخب مالطا ومنتخب ايطاليا. طبعا مجموعه قويه جدا بقياده المنتخب الانجليزي ومنتخب ايطاليا. طبعا عايزين نقول ان منتخب انجلترا طبعا حدث ولا حرج بقى، هاري كين ورحيم ستيرلينج ورايز وماونت، فرقه تقيله جدا موجوده المنتخب الانجليزي. وطبعا المنتخب الايطالي طبعا منتخب قوي جدا، طبعا بوجود فيراتي. عندنا المجموعه الرابعه بتضم منتخب كرواتيا ومنتخب ويلز ومنتخب ارمينيا ومنتخب تركيا ومنتخب لاتفيا. المجموعة الخامسة بتضم منتخب بولندا ومنتخب التشيك ومنتخب ألبانيا ومنتخب جزر فارو وجزر المالديف. المجموعة الستة بتضم منتخب بلجيكا ومنتخب النمسا ومنتخب السويد ومنتخب أذربيجان ومنتخب أسيتونيا.
المجموعة السابعة والأخيرة من المجاميع اللي هي بتضم 5 منتخبات فقط، منتخب المجر، ومنتخب صربيا، والجبل الأسود، وبلغاريا، وليتوانيا. ندخل على المجاميع اللي بتضم 6 فرق. عندنا المجموعة الثامنة فيها منتخب الدنمارك، ومنتخب إيرلندا الشمالية، ومنتخب سلوفينيا، ومنتخب كازاخستان، ومنتخب فنلندا، ومنتخب سان مارتينو. المجموعة التاسعة بتضم منتخب سويسرا، والكيان الصهيوني، ورومانيا، وكوسوفو، وروسيا البيضاء، واندورا. المجموعة العاشرة بتضم المنتخب البرازيل، والبوسنة والهرسك، وايسلندا، ولوكسمبورغ، وسلوفيكيا، وعندنا منتخب ليختشتين. امبارح كان في مباريات أقيمت في تصفيات اليورو. عندنا في المجموعة العاشرة كان عندنا مباراة مهمة جدا ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب ليختشتين. انتهت لصالح المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-0. طبعا دي مباراة مهمة جدا للمنتخب البرتغالي المدجج بالنجوم. هنتكلم على تشكيل المنتخب البرتغالي. في حراسة المرمى روي باتسيرو، و4 في خط الظهر جواو كانسيلو، ودانيلو بيريرا، وروبن دياز، وجونسالو إنياستيو. وعندنا جيرورو. طبعا المنتخب البرتغالي كان بيلعب بخمسة في خط الظهر، كان بيلعب ب5-3-2. عندنا خط الوسط عندنا برونو فرنانديز، وبالينا، وبرناندو سيلفا. وعندنا 2 في الهجوم، عندنا شادو سترايكر جواو فيليكس، والمهاجم كريستيانو رونالدو. ابتدى اللقاء طبعا كالعادة ضغط كبير جدا من المنتخب البرتغالي، وقدر انه يحرز هدف في الدقيقة 7 من كورة اتردت من دفاع ليختشتين على حدود منطقة الجزاء على كوس ال18 كده. يدخل جواو كاسيلو ويطلق قذيفة تخبط في المدافعين وتغير اتجاهها وتسكن الشباك على شمال حارس مرمى ليختشتين، محرزا الهدف الأول من صاروخ أرض من جواو كاسيلو في الدقيقة 7. عندنا في فضل ضغط كبير جدا لمنتخب البرتغالي حتى جاءت الدقيقة 47، وهو الدقيقة الثانية من الشوط الثاني. كورة من ناحية اليمين يدخل جواو كاسيلو، وهو من احرز الهدف الاول، يعني يبقى هو كده احرز هدف وعمل اسيست. يلعبها بالعرض جوه منطقه الجزاء على 6 يارد. يدخل برناندو سيلفا يطلق قذيفه بشماله على شمال حارس ليختشتين، محرزا الهدف الثاني لمنتخب البرتغال. ثم تأتي ضربة جزاء في الدقيقة 51 من بعد عرقلة برناندو سيلفا داخل منطقة الجزاء.
يدخل كريستيانو رونالدو ويلعبها بيمينه على يمين الحارس. هي صاروخ، هو راح الحارس معاها ولكن هو شاط صاروخ ما يلحقهاش الحارس، ويحرز الهدف الثالث لمنتخب البرتغال. ثم في الدقيقة 63 وهدف عالمي لكريستيانو رونالدو، ضربة حرة مباشرة من ناحية الشمال على حدود منطقة الجزاء على بعد تقريبا 30 ياردة. يدخل كريستيانو رونالدو ويطلق قذيفة بيمينه على شمال الحارس في المقص الشمال، محرزا الهدف الرابع لمنتخب البرتغال في افتتاحية المجموعة العشرة، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-0. طبعا عايزين نقول ان المجموعة العشرة دي من ضمن المجاميع اللي بتضم 6 فرق، فبالتالي المجموعة العشرة دي اللي فيها المنتخب البرتغالي ومنتخب البوسنة والهرسك وايسلندا ولوكسمبورغ وسلوفاكيا وليخنشتاين. عارفين طبعا ان المجموعة دي هيتأهل منها 3 فرق. توقعي الشخصي ان المجموعة دي هيتأهل منها المنتخب البرتغالي ومنتخب يا ايسلندا يا بوسنا والهرزك يا ومعاهم منتخب سلوفاكيا. هيبقى صعب جدا منتخب لوكسمبورغ ومنتخب ليخنشتاين انه يتأهل من المجموعة دي، والله اعلم طبعا، ده توقعي الشخصي. عندنا مباراة أخرى وهي مباراة المنتخب الإيطالي والمنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة. المباراة دي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي خارج الديار بنتيجة 2-1. ابتدى اللقاء بتشكيل المنتخب الإيطالي مكون من دوناروما في حراسة المرمى، خط الظهر مكون من 4 دي ماركو وباستوني وبانوتشي ودي لورينزو. بنلعب ب3 في نص الملعب، ماركو فيراتي ونيكولا باريلا وبلاجريني اتنين قدامهم بوليتانو وكييزا، وفي الهجوم رأس حربة ريدجوري. عندنا الناحية التانية المنتخب الإنجليزي، تشكيل منتخب إنجلترا في حراسة المرمى رامز ديل، 4 في خط الظهر شاو وجون ستونز وهاري ماجواير، وعندنا ألكسندر أرنولد. بنلعب 2 ارتكاز في نص الملعب، ريس وفيليبس، قدامهم ماونت، واتنين طرفين فودن ورحيم ستيرلينج، ورأس الحربة الصريح هاري كين. ابتدى المباراة بعكس المتوقع بضغط كبير جدا من المنتخب الإنجليزي حتى جاءت الدقيقة 13 وضربة ركنية من ناحية اليمين تتلعب، تسقط لهاري كين اللي يشوط ترد، اللي يشوط من داخل منطقة الجزاء من ناحية الشمال، ترد من الدفاع ل ريس اللي يحطها صاروخ على شمال الحارس، محرزا الهدف الأول لمنتخب إنجلترا. عندنا الدقيقة 44 جت ضربة جزاء للمنتخب
الانجليزي يدخل هاري كين ويحطها على شمال حارس دوناروما، ودى دوناروما ناحية اليمين وحطها هاري كين ناحية الشمال، محرزا الهدف الثاني للمنتخب الانجليزي. ثم الشوط الثاني يعني كان سجال بين الفرقتين حتى اتت الدقيقه 56 ويجي ريدجوري ينفرد من ناحيه اليمين بحارس مرمى منتخب انجلترا رامز ديل، ويحطها على يمينه محرزا الهدف الاول لمنتخب ايطاليا، وتنتهي المباراه بفوز المنتخب الانجليزي على المنتخب الايطالي في عقر داره 2-1. طبعا المجموعة الثالثة دي بتضم 5 منتخبات، وهم المنتخب الانجليزي ومنتخب ايطاليا ومنتخب مقدونيا الشمالية ومنتخب اوكرانيا ومنتخب مالطا. كده المنتخب الانجليزي بيحصد على اول 3 نقط و3 نقط هامه جدا في مشواره في تصفيات اليورو 2024. ومنتخب البرتغال خطف برضو 3 نقط مهمين جدا من ليخtenstein، ولكن المنتخب الانجليزي اخذ ال3 نقط دول خارج الديار من منتخب هو المنتخب المصنف ان هو يعدي معاه من المجموعه دي. يعني المجموعه دي فيها اوكرانيا وفيها مالطا وفيها مقدونيا الشماليه، من وجهه نظري انجلترا وايطاليا هم اللي هيعدوا. فطبعا لما اخد 3 نقط من المنافس المباشر بتاعي من المجموعه وخارج ارض كمان، فدي نقطة إيجابية جدا للمنتخب الإنجليزي. عندنا من الأخبار المحلية، هنتكلم النهاردة عن حاجات كتيرة جدا. عندنا من الأخبار المحلية، عندنا رئيس نادي التعاون السعودي قال ان الحكم بتاع الغرامه بتاعت مصطفى فتحي اللي كنا اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، الحكم دوت ملوش علاقه بنادي التعاون دوت، ليه علاقه بمصطفى فتحي نفسه. يعني مصطفى فتحي هو اللي يدفع الغرامه دي. هنشوف بقى رد مصطفى فتحي على الكلام دوت هيبقى ايه. إيه... عندنا النهارده في تصفيات افريقيا 2023 عندنا مباراة مهمة جدا، وهي مباراة المنتخب المصري مع منتخب ملاوي. عندنا طبعا المباراة دي هتقام الساعة 9 بتوقيت القاهرة على ملعب استاد الدفاع الجوي. عندنا تاريخ المواجهات الفرقتين، عندنا اتقابلوا قبل كده، كانت في دورة الألعاب الأفريقية وما بين منتخب مصر ومنتخب ملاوي سنة 78، وقدر ان يفوز منتخب مصر ساعتها على منتخب ملاوي 4-1. وعندنا في بطولة دورة الألعاب الأفريقية بس سنة 87 خسر منتخب مصر من ملاوي 2-1. وعندنا في تصفيات كأس العالم 90 تعادل المنتخبان بهدف لكل فريق، وده في المباراة الذهاب اللي كانت في ملاوي، ومباراة العودة فازت منتخب مصر على منتخب ملاوي بهدف لا شيء. وفي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 94 فازت ملاوي على أرضها بهدف دون رد، وفاز منتخب مصر 2-0 في القاهرة.
وفي تصفيات المجمعة لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2010، فازت ملاوي على أرضها بهدف للا شيء، ومصر كسبت 2 لا شيء في مباراة العودة. وعندنا عندنا كان في مواجهتين وديتين ما بيننا وما بين منتخب ملاوي. عندنا في 2009 تعادلنا 1-1، وفي 2015 مصر فازت بهدفين مقابل هدف لمنتخب ملاوي. هنتكلم طبعا على تصفيات. كان عندنا مباراة مهمة جدا امبارح ما بين الجزائر والنيجر، هنتكلم عليها دلوقتي. عندنا من ضمن الاخبار اللي موجوده ان مانشيني قال ان احنا نستحق كنا التعادل. مانشيني طبعا المدير الفني لمنتخب ايطاليا، وقال ان احنا كنا نستحق التعادل امام منتخب انجلترا، وكنا لا نستحق الهزيمه، وكنا منتخب اكثر من رائع في الشوط الثاني. المدير الفني لمنتخب ملاوي قال ان احنا هنواجه مصر من اجل المنافسه، واحنا مش جاهزين، غير ان احنا عارفين ان احنا بنلاعب منتخب كبير بقياده محمد صلاح ورفاق. وقال هنحاول ندافع عن 50% الخاصة بينا، على اعتبار ان الماتش 50-50، ولكن اتكلم على الصيام لمنتخب مصر. كان في كلام ان الصيام هيأثر على منتخب مصر، قال لا، الصيام لا يؤثر على منتخب. لا اظن ان منتخب مصر سيتأثر بالصيام امامنا يعني في مباراة اليوم. عندنا من الاخبار العالمية برضو، عندنا نادي برشلونة في قنبلة كده ظهرت امس، وهي بان نادي برشلونة عاوز يستغني عن لاعبه جوردي ألبا. طبعا ده طبعا مفاجأة كبيرة جدا مدوية، وهو طبعا هي مشكلة كلها في الراتب بتاعه. فهم قالوا له يا تخفض الراتب بتاعك يا اما ترحل بنهاية الموسم. هنشوف طبعا ايه اللي هيحصل. طبعا جوردي ألبا ده طبعا مدافع كبير جدا ومن احسن المدافعين الموجودين في العالم. هنشوف هل سيتم الاستغناء عنه في نهاية الموسم ام سيخفض فعلا راتبه ويستكمل مشواره مع نادي برشلونة، خصوصا نادي برشلونة اول الدوري الاسباني ومقترب جدا ان هو ياخذ الدوري الاسباني، بل كمان انه قريب جدا ان هو يتاهل لنهائي كأس الملك هناك بعد ان فاز في المباراة الاولى على ريال مدريد في عقر داره 1-0. وطبعا دلوقتي في الدوري الاسباني فارق بينه وما بين نادي ريال مدريد 12 نقطة، وده طبعا مستحيل ان نادي برشلونة يتهزم 4 أو 5 مباريات علشان نادي ريال مدريد يحصل.
عندنا طبعا عايزين نقول ان اصبح بالهدفين هاري كين امس اصبح هو الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا. كان متصدر طبعا واين روني صدارة الهدافين، ولكن هاري كين دلوقتي اصبح معاه 54 هدف. 54 هدف كده عدى واين روني اللي كان معاه 53 هدف، واصبح الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا. طبعا قال ان انا ما كنتش اعرف ان انا وانا بحرز الهدف الثاني امبارح ان انا الهداف التاريخي لمنتخب انجلترا. وقال طبعا انا بحترم واين روني جدا، والمنافسه على منتخب او الهداف على منتخب انجلترا ده شرف لكل لاعب يلعب لمنتخب بلاده. عاوزين نقول ان كريستيانو رونالدو بعد الرباعية في منتخب ليختشاجن عندنا أصبح هو الهداف التاريخي أو هداف العالم بتاع ده هداف العالمي برصيد 127 هدف عالمي. وده طبعا اصبح كده كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي مع منتخب بلاده في على يعني على مستوى المنتخبات العالم. يعني عندنا كريستيانو رونالدو معاه كده 120 هدف، يليه الإيراني علي دائي برصيد 109 هدف. ولكن مشاركته امبارح هي المشاركة رقم 197 اللي بيتجاوز فيها الكويتي بدر المطوع. بدر المطوع كان اشترك في 196 مباراة دولية. كريستيانو رونالدو أصبح دلوقتي 197 مباراة دولية، يبقى إذا تخطى الرقم التاريخي لعدد المشاركة في المباريات الدولية. كان المتصدرة الكويتي بدر المطوع كان 196 مباراة. أصبح كريستيانو رونالدو 197 مباراة، وكمان مع الأهداف اللي حطها امبارح أصبح هو الهداف التاريخي للمنتخبات على مستوى العالم برصيد 120 هدف. طبعا احنا يعني يليه علي دائي لاعب المنتخب الايراني 109 هدف. ما قلناش الكلام ده ليه قبل المباراه؟ لان هو ما كانش عدى ال 196 مباراه كمشاركه. امبارح اصبح 197 مباراه مع 120 هدف، اصبح هو الهداف العالمي التاريخي على مستوى العالم كله هو كريستيانو رونالدو. وبامانه كريستيانو رونالدو يستاهلها، لان كريستيانو رونالدو لعيب كبير جدا ويستاهل انه ياخد هذا اللقب. عندنا من الاخبار الاخرى الاخبار المحليه. عندنا كان في مشاكل كبيره جدا في تجديد عقد حسين الشحات. حسين الشحات دلوقتي النادي الاهلي تواصل معاه
وحسين الشحات خلاص في حاجات بسيطة جدا، رتوش خفيفة جدا، ويبقى اتجدد له عقده ل3 مواسم قادمة حتى 2026. طبعا عارفين ان حسين الشحات اتنقل من نادي العين الاماراتي الى النادي الاهلي في يناير 2019، واتفقوا خلاص الطرفين على تجديد العقد، وسيعلن بشكل رسمي الفترة القادمة على تجديد عقد حسين الشحات مع النادي الأهلي. طبعا من ضمن اخبار النادي الاهلي عندنا في لاعب نادي الاتحاد العاصمه، نادي اتحاد العاصمه، وهو لاعب زين الدين بالعايد. زين الدين بالعايد في مصادر بتقول ان هيتنقل جناح نادي اتحاد العاصمه زين الدين بالعايد الى النادي الاهلي. واتقال في بعض التقارير قالت ان النادي الاهلي مهتم جدا بالعايد لاعب نادي اتحاد العاصمه، ولكن النادي الاهلي طلع وكذب، قال لا توجد اي مفاوضات بين النادي الاهلي والجزائري زين الدين بالعايد. وقال المصدر ان اللاعب لا يمثل اولويه في قائمه التعاقدات الجديده، ولكن اتقال ان مارسيل كولر محتاج جدا، زي ما قلت لحضراتكم في حلقه سابقه، محتاج جدا جاكسون موليكا لاعب بشكتاش التركي، وقال ان هو قعد مع كابتن محمود الخطيب اكتر من مره ومصمم على جاكسون موليكا. بالنسبة للاعب زين الدين بالعايد، ده لاعب عنده 24 سنة، بيلعب ظهير أيمن، وعنده 17 مباراة مع نادي الاتحاد العاصمة، وقدر ان هو يسجل هدفين، على الرغم ان هو بيلعب في كمدافع يعني ناحية اليمين، ولكن قدر ان هو يحرز هدفين، فيبقى بالتالي هو لعيب مدافع وفي نفس الوقت لعيب هداف. انا من وجهة نظري اللعيب زين الدين بالعايد انا شفته، لا لعيب كبير طبعا، لعيب مهم جدا لو اتنقل للدوري المصري سواء الاهلي او الزمالك، لان النادي الاهلي والنادي الزمالك محتاجين فعلا ظهير ايمن بمواصفات زين الدين بالعايد. هنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل في مفاوضات، هل تجذيب النادي الاهلي حقيقي ام تمويه حتى لا ياتي نادي الزمالك ويخطفوا من النادي الاهلي. عندنا من الاخبار المحليه برضو نادي الزمالك سيلتقي يوم الاحد القادم مع نادي البنك الاهلي في بطوله كاس الرابطه، وطلع بابا فاسيلو المدير الفني لنادي البنك الاهلي وقال ان مباراة يوم الاحد القادم ستكون مباراة صعبة جدا على الفرقتين، وقال ان طبعا نادي الزمالك نادي كبير والمباراة هتبقى مش سهلة على الفرقتين. مباراة طبعا حضراتكم عارفين انها مباراة في دور ال 16 من كأس الرابطة المصرية، اللي طبعا انسحب منها النادي الاهلي نتيجه ظروف اللاعبين وانضمامهم لمنتخب مصر، سواء منتخب مصر الاولمبي او منتخب مصر الاول، والمحترفين اللي انضموا لمنتخبات بلادهم. وطبعا النادي الاهلي ما عندوش لعيبه يقدر يلعب بيها غير الناشئين، وده طبعا صعب جدا، لان النادي الاهلي كان حريص ان طبعا ما ينفعش ان هو يشارك بالناشئين امام النادي المصري،
لان طبعا يعني خوفا على الهزيمه تكون كبيره، وفي الاخر دي بتتحسب كبطوله رسميه. ففضل النادي الاهلي انه ينسحب من البطوله. من اخبار نادي الزمالك برضو قال الاستاذ سليمان وهدان نائب رئيس نادي الزمالك قال ان بعد ما رحل مستر فيريرا عن نادي الزمالك، قال ان احنا انهينا الاتفاق مع مدرب الزمالك الجديد وهو مصري، وقال غير مسموح بالإعلان عنه في الوقت الحالي. وقال ان هو من ابناء نادي الزمالك، وقال انه هيعلن عنه بعد مباراة كأس الرابطة مع نادي البنك الاهلي اللي هيقودها الكابتن احمد عبد المقصود يوم الاحد المقبل. وقال ان طبعا نادي الزمالك هيلاعب البنك الاهلي من غير 10 لاعبين اساسيين لتواجدهم مع المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. وقال بالنسبه لمستر فيريرا، قال ان هو متفهم كل الامور المتعلقه بنادي الزمالك اثناء يعني انهاء التعاقد معاه. وقال ان طبعا الاستاذ امير مرتضى منصور هو اللي كان ماسك ملف مستر فيريرا وتعامل معاه بشكل راقي جدا وقدر ان هو ينهي كل شيء. وطبعا حضراتكم عارفين ان مستر فيريرا كان ليه مستحقات مع نادي الزمالك، اتنزل على نصها واخد النص الثاني، او هياخد النص الثاني مقسم على 3 دفعات وهم 520 ألف دولار. واتكلم طبعا عن صفقات نادي الزمالك، وقال ان الصفقات جت في وقت صعب جدا، وقال ان اللي مش عاجبه نادي الزمالك او اللي مش عارف قيمة قميص نادي الزمالك فليرحل عن نادي الزمالك. ونادي الزمالك بيفتح ابوابه للاعبين اللي عندهم انتماء لنادي الزمالك. وقال ان احنا عندنا لاعبين ناشئين على اعلى مستوى، منهم يوسف اسامه نبيه وسيف جعفر. يعني بيتكلم طبعا عن اللاعبين اللي هم الشباب اللي طالعين من قطاع الناشئين نادي الزمالك. وقال نادي الزمالك بيضم لاعبين على اعلى مستوى، وفي صفقات صيفيه قنبله الفتره الجايه نادي الزمالك هيتعاقد معاه. من ضمن الاخبار طبعا حضراتكم عارفين ان مسعود اوزيل لاعب منتخب المانيا ونادي ريال مدريد السابق اعتزل اللعب، خلاص اللعب الدولي. وقال ان جارديولا هو وراء انتقالي لنادي ريال مدريد، وراموس افضل مدافع في التاريخ. عندنا في اخبار غريبه كده ظهرت. كان طبعا الفتره اللي فاتت كان والد ميسي كان راح السعوديه، واتقال ان ميسي سينتقل بنهايه الموسم الجاري في الصيف الى نادي الهلال السعودي. واتقال ان وكيل اعماله وهو والده راح السعوديه وقعد مع مسؤولين نادي الهلال
يعني حط الرتوش الأخيرة في انتقال ميسي لنادي الهلال السعودي. ولكن طلع أجويرو لاعب منتخب الأرجنتين السابق، ولاعب نادي مانشستر سيتي السابق، قال ان ربما ينتقل ميسي الى برشلونة ويعود مرة اخرى الى الدوري الاسباني. طبعا الكلام ده اتقال في مؤتمر صحفي. هنشوف هل برشلونة يقترب من التعاقد مع ليونيل ميسي في صيف 2023 ام لا، هنشوف. وقال طبعا ان لازم ميسي لما يجي يعتزل في برشلونة، لان طبعا هو حقق انجازات كبيره جدا في نادي برشلونه، فلازم يعود الى برشلونه. واختتم كلامه وقال هو 50% ان هو يعود لبرشلونه، و50% ان هو يتنقل الى الدوري السعودي او الدوري الامريكي، بعد ما صرح في الاول وقال ان هو يقينا هيروح نادي برشلونه او يعود لنادي برشلونه. قال لا، قال 50-50 في نهاية الحديث الصحفي بتاعه. عاوزين نتكلم على موضوع مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال السعودي. كنا قلنا أن النادي الأهلي أخذ موافقة من الأمن بحضور 50,000 متفرج. وكابتن محمود الخطيب طبعا شكر وزير الداخلية ووزارة الداخلية على تلبية طلبه. وطبعا بيحاول مجلس إدارة النادي الأهلي، قلنا ان هو يخلي الجماهير فول كاباستي او الساعة كاملة في استاد القاهرة، وهي ال 72 ألف متفرج. يعني النادي الأهلي بيضغط علشان يبقى في 22 ألف متفرج زيادة على ال 50 ألف اللي تم موافقته. وكنا قلنا طبعا ان تذكرة الدرجة الأولى هتبقى اسف قصدي الدرجة الثالثة هتبقى مدعومة من النادي الأهلي ب 50 جنيه. عندنا طلع بقى الاستاذ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، واتكلم على آلية تقسيم الجماهير في مباراة النادي الاهلي ونادي الهلال اللي هتقام يوم السبت 1 ابريل في استاد القاهرة. وقال في تصريحات تلفزيونية، قال بنشكر طبعا جزيل الشكر لوزارة الداخلية على دعمها ومساندتها للنادي الاهلي بشأن الجماهير في مباراة الهلال السوداني. وقال طلبنا الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباراة الأهلي، وكان لدينا ثقة كبيرة أن كل مؤسسات الدولة ستدعم طلب الأهلي، لأن المباراة الماضية في بطولة أفريقيا العام الماضي والحالي عكست شيء مهم جدا، وهو أن الجمهور يظل هو اللاعب الرئيسي بدعم وتحفيزه للاعبين داخل المستطيل الأخضر. وقال عقدنا اجتماعا وحددنا الفئات المتواجدة في المدرجات بمباراة الأهلي والهلال. سيكون هناك 36 ألف متفرج في الدرجة الثالثة ما بين الشمال واليمين. وقال في 10,400 متفرج هيبقوا موجودين في الدرجة الثانية. وقال ان 1000 متفرج للمقصورة الامامية و126 مشجع في المقصورة الرئيسية، وتم تحديد 100 تذكرة لفريق الهلال السوداني. وقال ان طبعا زياده الجماهير النادي الاهلي هو دعم وسند وبيقدم صوره مشرفه لكل الجماهير المصريه مش النادي الاهلي بس. وقال ندعو جمهور النادي الاهلي من الان سرعه استخراج
الفان اي دي لكل من لديهم فرصه لحضور المباراه. وقال احنا كنا حريصين ان احنا كنا بنتفاوض مع شركه تذكرتي واستادات بشان اسعار التذاكر، ووصلنا لافضل الاسعار الممكنه، وهم حريصين على تلبيه طلباتنا، وان يكون لكل الجماهير فرصه في حضور هذا اللقاء. نتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي في المباراه القادمه الفاصله مع نادي الهلال السوداني التي ستقام يوم 1 ابريل على استاد الرعب، استاد القاهره. آه، طبعا عايزين نقول ان محمد صلاح لاعب نادي ليفربول مرشح للفوز بجائزة افضل لاعب في الدوري الانجليزي عن شهر مارس. ان شاء الله محمد صلاح النهارده مع منتخب ملاوي يحرز اهداف ويساهم بشكل كبير ان شاء الله في حصد هذا اللقب، ويفوز بلقب افضل لاعب للدوري الانجليزي زي ما عودنا ومتعنا وكسر ارقام تاريخيه مع ليفربول. عايزين نفس الكلام يحصل باذن الله مع منتخب مصر. عندنا التشكيل المتوقع لمنتخب مصر النهارده في تصفيات افريقيا. عندنا طبعا مباراة مهمة جدا امام ملاوي النهارده الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وهي مباراة في الجولة الثالثة من تصفيات افريقيا من المجموعة الرابعة. معانا طبعا في المجموعة عندنا مصر وملاوي وغينيا واثيوبيا. وكان المنتخب المصري حضراتكم عارفين طبعا انه فاز في المباراة الاولى في القاهرة على غينيا 1-0، ثم خرج لمنتخب اثيوبيا في اثيوبيا واتهزم 2-0. عندنا تشكيل منتخب مصر المتوقع. عندنا هيبقى محمد الشناوي في حراسة المرمى. خط الظهر هيبقى في مفاضلة ما بين محمد حمدي وأحمد فتوح. وعندنا 2 قلب دفاع أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم. وناحية اليمين عندنا محمد هاني. قدامهم في خط الظهر محمود حمادة وطارق حامد وأحمد سيد زيزو. وعندنا في خط الهجوم عندنا محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش. هنشوف هل ده طبعا توقعنا للتشكيل الأقرب لمنتخب مصر. هنشوف هل المنتخب المصري هيلعب بالتشكيل ده ولا لأ، هنشوف. طيب عندنا كان في مباراة مهمة جدا امبارح في تصفيات افريقيا. عندنا الاول كان في عندنا كذا مباراة في الافريقية امبارح. عندنا في الجابون كان بيلاعب منتخب السودان، وانتهى اللقاء بفوز الجابون 1-0. وعندنا الكونغو كانت بتلاعب جنوب السودان، وقدرت ان جنوب السودان تفوز على الكونغو على ارضها وسط جماهيرها بنتيجة 2-1. وعندنا غانا استضافت منتخب انجولا، وقدر منتخب الغاني انه يخطف الفوز بنتيجة 1-0.
وكان عندنا مباراة مهمة جدا اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، وهي مباراة منتخب الجزائر ومنتخب النيجر. آه، عندنا منتخب الجزائر ومنتخب النيجر، وقدر المنتخب الجزائري يفوز على منتخب النيجر 2-1 في ريمونتادا تاريخية بعد ما كان متأخر المنتخب الجزائري بنتيجة 1-0، قدر انه يقلب نتيجة اللقاء 2-1. عندنا تشكيل المنتخب الجزائري. المنتخب الجزائري ابتدى اللقاء بتشكيل في حراسة المرمى مصطفى رغبة. خط الظهر مكون من 4: حسين بن عيادة، ورامي بن سبعيني، وعيسى مندي، وأحمد طوبة. لعب بثلاثة ارتكاز في نص الملعب، وهم اسماعيل بن ناصر، ورامز زاروكي، وآدم رزقان. واتنين طرفين في الخط الأمامي، وهم رشيد غزال ويوسف البلايلي، ورأس الحربة الصريح رياض محرز. ابتدى المباراة ب يعني عايزين نقول كده ايه، سجال بين الفرقتين، ولكن منتخب النيجر في الشوط الاولاني كان اخطر من المنتخب الجزائري. ففي الدقيقة 38 قدر دانيال سوسة انه يحرز الهدف الاول للنيجر بعد ما اتعمل له لونج باس انفرد بيه بالحارس مصطفى رغبة، اللي يقدر يحطها من فوقيه ويحرز الهدف الاول لمنتخب النيجر. الشوط الثاني في الدقيقة 53 كورة من ناحية الشمال على حدود منطقة الجزاء، يلعبها بالعرض يوسف البلايلي على راس بغداد بونجاح، يدخل ويحطها صاروخ على شمال حارس النيجر، محرزا الهدف التعادل لمنتخب الجزائر. ثم توالى الضغط لمنتخب الجزائري، ولكن تأخر الهدف. ففي الدقيقة 89 شيبي يلعب لوب باس كده داخل منطقة الجزاء لعموري ناحية اليمين، يطلع عليه الحارس يلعبها بالعرض على شماله لرياض محرز، اللي يحطها في المرمى الخالي، محرزا الهدف الثاني وهدف فوز مهم جدا لمنتخب الجزائري في تصفيات افريقيا. طبعا فوز بشق الانفس، فوز مش مريح للمنتخب الجزائري. عن يعني المنتخب الجزائري هنقول دلوقتي ترتيب المجموعة للمنتخب الجزائري. في تصفيات أفريقيا. عندنا منتخب الجزائري بيتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وهي العلامة الكاملة، ويأتي خلفه منتخب النيجر برصيد 2 نقطة، ثم يحتل تنزانيا وأوغندا المركز الثالث والرابع برصيد 1 نقطة. قدر المنتخب الجزائري انه ياخذ العلامه الكامله، ولكن هو امبارح كان اداؤه مقلق جدا لينا. يعني
فريق مدجج بالنجوم، على رأسهم طبعا رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وبغداد بونجاح، وعندنا يوسف البلايلي. فرقة كبيرة جدا، فرقة تقيلة جدا، ولكن قلقنا كده بعد ما تقدم دانيال سوسة لاعب النيجر بالهدف الأول للنيجر، ولكن سرعان ما قدر ان منتخب الجزائر يتعادل في الشوط الثاني في الدقيقه 53، ولكن هدف الفوز جه متاخر قوي في الدقيقه 89 على الرغم من الضغط الكبير جدا للمنتخب الجزائري طوال الشوط الثاني، ولكن الهدف فعلا تاخر جدا وقلق جماهير العالم العربي بما فيهم انا واحد من الناس بحب جدا المنتخب الجزائري، وبحب منتخب الجزائر، وبحب طبعا رياض محرز، وانا من مشجعي نادي مانشستر سيتي. ف حصل عندي قلق كده بعد ما دانيال سوسة احرز الهدف الاول للنيجر في الشوط الاولاني. عندنا النهارده طبعا في مباريات مهمة جدا في تصفيات افريقيا. عندنا طبعا مباراة مصر وملاوي في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وعندنا مباراة تونس وليبيا في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، وعندنا كاميرون وناميبيا في تمام الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، وعندنا السنغال وموزمبيق هتبقى في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة. أما في تصفيات الأمم الأوروبية عندنا مباراة مهمة جدا ينتظرها عشاق وجماهير كرة القدم على مستوى العالم كله، وهي مباراة فرنسا وهولندا في افتتاح المجموعة الثانية، والمباراة دي هتقام في الساعة 10:10 بتوقيت القاهرة. المباراة دي هتقام في فرنسا. طبعا فرنسا عندنا طبعا مدجج بالنجوم. عندنا طبعا المباراة دي مباراة مهمة جدا. هنتكلم برضو على تشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا. تشكيل فرنسا طبعا هيبقى في حراسة المرمى عندنا مايك مانيان، يعني هنلعب بمايك مانيان في حراسة المرمى. خط الظهر جول كوندي وابراهيم كوناتي واوبي ميكانو وهرنانديز. وهنلعب 3 في نص الملعب، تشاوميني وانطوان جريزمان وادريان رابيو. وفي الهجوم هنلعب بكومان ومواني وكيليان امبابي. اما تشكيل منتخب هولندا فهيبقى في حراسة المرمى سيليسين، وخط الدفاع مكون من اكي وفان دايك وتيمبر ودوم فريز.
وعندنا خط الوسط هيبقى ديرون وفينالدوم ومالين. وعندنا في خط الهجوم هيبقى برجوين وفيجوريست دي باي. طبعا المنتخبين مدججين بالنجوم. المباراة هتبقى في تمام الساعة 10:10 بتوقيت القاهرة. هنتكلم طبعا عنها في حلقة قادمة بإذن الله، وهنحللها، وهنتكلم طبعا على المنتخب المصري إن شاء الله، ونتمنى له الفوز النهاردة إن شاء الله على منتخب ملاوي في المباراة اللي هتقام في الساعة 9 بتوقيت القاهرة. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة. نلقاكم في حلقة جديدة من جوه الجول مع يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.